باب المغاربة أو حي المغاربة هل بينسب للإخوة في الجزائر ولا للمملكة المغربية؟ بداية الوقف اللي اتعمل في القدس للمغاربة وباسم المغاربة كان مع صلاح الدين الأيوبي مع الدولة الأيوبية بعد موقعة حطين وفتح القدس، وفي السنة اللي مات فيها صلاح الدين الأيوبي نفسه. قبل ما يموت بعدد قليل من الشهور ابنه الأفضل أوقف قطعة أرض للمغاربة، ومن القطعة دي نشأ حي المغاربة، وتسمى الباب المقابل ليها في المسجد الأقصى بباب المغاربة، وبرضه الباب في سور المدينة القديمة اتسمى بباب المغاربة. كون دقيقين الإخوة في المملكة المغربية بيقولوا إن حي المغاربة ينسب إلى أبو يعقوب المنصوري اللي هو حاكم الدولة الموحدية في فترة صلاح الدين الأيوبي، وبيستدل أصحاب الرأي ده بنقطتين: رقم 1 وجود المغاربة في الأسطول الإسلامي اللي هو ساعة صلاح الدين الأيوبي، رقم 2 وجود وثائق بتثبت مراسلات بين صلاح الدين الأيوبي وأبو يعقوب المنصوري. علشان كده بيتقال إن حي المغاربة ينسب إلى المملكة المغربية. أيام صلاح الدين الأيوبي وفتح بيت المقدس ما كانش فيه دولة اسمها الجزائر، اللي كانت موجودة هي الدولة الموحدية واللي وصلت في فترة من الفترات من ليبيا لحد موريتانيا. الدولة دي هي اللي كانت موجودة، ولا كان في حاجة اسمها دولة الجزائر.